ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله النهارده باذن الله هنعمل مع بعض افطار سادس يوم رمضان. قبل ما نبدا مقاديرنا نصلي ونسلم على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. احنا معانا طبعا النهارده باذن الله هنشوي فراخ وهنحمر بطاطس وهنعمل بابا غنوج وطحينه وسلطه. اكل سهل وبسيط قوي وسريع وحلو برده هيشرفك قدام اسرتك. المقادير بتاعتنا النهارده باذن الله، انا معايا هنا طبعا الفراخ طبعا على قد اسرتك انت هتجيبيها. انا معايا بصل ومعايا طماطم ومعايا البهارات بتاعتنا، شطه طبعا الشطه دي اختياري، وبهارات فراخ وبهارات شوي وفلفل اسود وملح. هنحط كل المقادير بتاعتنا في الكبه وارجع لك تاني. بص انا رجعت لك تاني، ضربت كل المقادير اللي انا قلت لك عليها. بص انا ما بحطش فلفل اخضر لان الفلفل الاخضر بينقل الفراخ في حته تانية خالص. هتبل بقى الفراخ. بسم الله الرحمن الرحيم. بصي هتحطي كده تحت الجلد. طبعا الفراخ دي هسيبها باذن الله، لو قبلها بيوم هيبقى افضل طبعا. كده هسيبها ساعتين وهرجع اشويها. طبعا هستخدم ايدي بقى، اكمل كل الكميه دي وارجع لك تاني. انا تبلتها اهو، هسيبها بامر الله ساعتين وشويه واحطها باذن الله في الفرن. وهنعمل رز مصري بس بالطريقه بطريقه الكبسه، بامر الله يعجبك قوي ويبقى حلو. هنروح بقى نحضر الرز على البوتاجاز وساعتين نحط الفراخ بتاعتنا بامر الله في الفرن. بص انا رجعت لك تاني بعد ما عدى عليها ساعتين، بس انا ما رضيتش اعمل الرز، يعني قلت ايه قبل المغرب بنص ساعه. هروح بقى احطها في البوتاجاز ونشوف بقى نعمل مع بعض ايه. بص رجعت لك تاني بقى بامر الله. احنا هنعمل مع بعض عصير برتقال بالجزر وهنعمل تمر. انا معايا المقادير بتاعتنا. انا معايا نص كيلو رز ومعايا بصلايه صغيره قوي ومعايا ماجي ام قلب احمر ومعايا كاري وفلفل اسود وشطه طبعا دي اختياري وبهارات عاديه خالص. هنروح بقى على البوتاجاز نعمل الرز مع بعض. طبعا الرز بتاعنا ده رز مصري. بصي انا هحضر الماده الدهنيه بتاعتنا سمنه، وحاطه البابا غنوج اهو على النار. عايزه تحطيه في الفرن مع الفراخ حطيه في الفرن برده هيبقى حلو، بس انا بصراحه بحبه على البوتاجاز. نحمر البصل بتاعتنا، مش هحمرها يعني انا هدبلها بس. بصي انا هنزل بكل البهارات اللي انا قلت لك عليها. بسم الله الرحمن الرحيم. هقلبها كده مجرد بس ما اشم ريحتها. هنزل بالرز بتاعي انا غسلاه ومجهزه جنبي. طبعا ما تحاوليش تحطي ملح كتير لان الماجي بيبقى فيها ملح كفايه. اقلبهم كويس قوي عشان الريحه بتاعتهم وسط الرز. بصي ادي اهي. انا هنزل بقى بالرز بتاعي. بسم الله الرحمن الرحيم. ده نفس الطريقه السعودي بس بيختلف بس الرز. هقلبه كويس قوي. استنى برضو يشرب ميته، السمنه بتاعته تظهر وانزل بالميه بتاعته. طبعا انا غاليه الميه جنبي. بصي رجعت لك تاني اهو. الطحينه دي اسمها انا مسميها بصراحه طحينه المصايف، بتنفعنا قوي في المصيف. انا معايا هنا رغيف عيش، هو الرغيف عيش بايت جدا، احط له ميه سخنه وبتنفعك قوي في العزومات بصراحه. ترمي معاكي كميه حلوه ونفس طعم اللي بره. احطه كده واسيبه شويه. ومعايا نص كوبايه لبن ومعايا توم وكمون وشطه وقرن فلفل. يا دوبك العيش بس، مفيش دقايق بس العيش يبوش واحطه في قلب الكبه واوريك هنعمل ايه. رجعتلك تاني. بص العيش بتاعنا ده ازاي. هنزل بقى كده في قلب الكبه. بسم الله الرحمن الرحيم. هنزل بنص كوبايه اللبن. بسم الله. وهننزل بكل كميه البهارات بتاعتنا والثوم والفلفل. بسم الله الرحمن الرحيم. وهنزل برضو بالطحينه. بصي الطحينه يعني حطي معلقتين طحينه بس. الكميه دي كلها تاخد معلقتين طحينه وتديكي نتيجه حلوه قوي. يبقى طبعا طحينه موفره جدا وحلوه وتنفعك قوي. بصي ادي شكل الطحينه بتاعتي اهي. بسم الله الرحمن الرحيم. بس التقل بتاعها نفس اللي احنا بنجيبها من بره. بس معلقه طحينه رميت معاكي كل الكميه دي، ولو جربتيها عن تجربه يعني جميله جدا. وادي فطارنا اهو يا جماعه، سهل وبسيط قوي، في ثواني هتحضريه. وحضرنا مع بعض التمر والبرتقال وعملت البابا غنوج وعملت الطحينه. بس اقول لك حاجه، انا نسيت بس احط لك نص كوبايه خل على الطحينه. ما تنسوش بقى يا جماعه الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس ولايكات كتير. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.